أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. حلقتنا النهاردة هتكون الحلقة الأولى في سلسلة العلم والخرافات. تخيل كده لو قاعد في البلكونة بالليل وبتشرب كوباية شاي ومفيش أي صوت حواليك، وفجأة سمعت صوت غراب. أول حاجة هتعملها هتقول أستر يا رب، وهتقول لنفسك إن أكيد في مصيبة هتحصل. زمان كان في كل قرية في أصوات معينة لو اتسمعت الناس تتخض، زي مثلا صوت البومة أو الحمار أو القطة، أو لو كلب هوهو فجأة. وكانوا بيقولوا إن البومة دي نذير شوم، والغراب معناه إن في حد هيموت، ولو الكلب هوهو فجأة يبقى أكيد شاف جن. لكن السؤال بقى، هل الحيوانات دي فعلا مؤذية ولا إحنا اللي بنتوهم؟ وهنا بقى كنا محتاجين نعرف رأي العلم في الموضوع ده إيه. واللي بيقول إن صوت البومة مثلا ده مجرد وسيلة للتواصل، بتستخدمه عشان تحدد مكانها في الضلمة أو تنادي على شريكها. والغراب ده كائن اجتماعي جدا، وصوته العالي ده نداء لسربه مش إنذار بنهاية العالم. أما الكلب فحاسة السمع عنده أقوى بكتير من البني آدمين، فلما بيهوهو بالليل غالبا بيسمع حاجة إحنا مش سامعينها، ومش شرط أبدا إنها تكون حاجة مرعبة. على فكرة الإنسان بطبعه بيحب يربط الأحداث ببعض، يعني لو حد مات بعد ما سمع صوت غراب يبقى على طول الغراب يعني موت. ويا سلام بقى لو اتكررت، يبقى هتتحول من مجرد مصادفة لخرافة شعبية بنتوارثها جيل بعد جيل. الدين عمره ما علمنا نخاف من صوت طير أو نربط بين صوت حيوان وأي حاجة مؤذية، وفي أدلة على كده كتير. يعني في القرآن الكريم في سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني لما الإنسان بيتوهم إن في حاجة بتأذيه غير ربنا، الوهم نفسه بيزيده خوف وقلق. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني ما فيش شيء اسمه شؤم من طير أو صوت، الخير والشر بإيد ربنا وحده. الغريب إن الخرافات دي مش بس بتفضل في دماغنا، دي كمان بتتحول لسلوك يومي. يعني لو مثلا حد مسافر وقبل السفر سمع صوت بومة، ممكن يتوتر ويلغي السفر أو يتراجع عن قرار مهم كان واخده لمجرد إنه سمع صوت. وده بيخلي الشخص أسير للصدفة مش قائد قراره. والأخطر من كده إن الخرافة أحيانا بتتغلغل في المجتمع كله. يعني مثلا تلاقي عيلة كاملة بتفسر مرض أو موت حد بسبب صوت غراب، وكأننا بنهرب من الحقيقة ونرمي السبب على كائن مالوش ذنب. العلم بيقول إن الحيوانات دي لما بتصدر أصواتها لأسباب بيئية بحتة، تحذير مثلا، تواصل، طلب أكل أو جذب شريك، مفيش ولا بحث علمي واحد أثبت إن صوت حيوان معين ليه تأثير سلبي. الحقيقة إحنا اللي بنخلق المعنى، وإحنا اللي نقدر نكسره. في المرة الجاية لما تسمع صوت غراب، قول لنفسك إن ده كائن من خلق ربنا، عايش زينا وبيسبحه بطريقته. الخوف مش في صوته، الخوف في الوهم اللي جوانا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب. سلام.